اللاعب الصاعد اللي ما كملش لسه يمكن 20 سنة لكن مطلوب فيه أرقام خزعبلية. في لعيب في مصر مع احترامي الكامل يوصل 48 مليون. دي الشرارة اللي طلعت. اللي يلعب معانا يستحمل. يا مساء العناب على الناس الأحباب. لو سألتك ايه المشترك بين إيزاك وجريزمان وصلاح محسن، الحقيقة انهم مشتركين في اكتر من حاجة. المركز نفسه، يعني الثلاثة بيلعبوا مهاجمين، إيزاك وجريزمان مهاجمين سفاحين، لكن عندنا في مصر السوبر ستار صلاح محسن اللي لو جاب جول بينزل 120 ستوري. بس في ارتباط تاني اهم بكتير، ان الثلاثة كانوا ابطال صفقات اتقال عنها وقتها انها جنون، بس واحد منهم بس صفقته غيرت شكل سوق انتقالات بلد كامل. والغريب انه مش إيزاك ولا جريزمان، ده صلاح محسن. بس قبل ما اقول لك ايه اللي حصل وازاي حصل، اعمل لايك واشترك في القناه عشان الفيديوهات الجايه، وتعالى نروح مشوار هنرجع فيه لسنه 2015. في 2015 كان الدوري المصري مختلف تماما. الاهلي والزمالك كانوا تقريبا المسيطرين على سوق الانتقالات، والانديه الباقيه كانت بتحاول تبيع لاعب او اتنين عشان تقدر تكمل الموسم. وساعتها اغلى صفقه في الدوري المصري كانت انتقال مليك ايفونا للاهلي من الوداد. عودك تلاحظ ان دي صفقه لاعب اجنبي وصلت قيمتها لحوالي 15 مليون جنيه، ورقم بالشكل ده وقتها كان يعتبر جنون. لفونا الحقيقه، والنادي الاهلي كان وصل لحوالي 1.5 مليون دولار، الزمالك وصل 1.800.000 دولار. اما الزمالك فكان بيرد هو كمان بصفقات كبيره بالنسبه للسوق وقتها، زي ضم محمود عبد المنعم كهربا بحوالي 6.5 مليون جنيه، وعمل اكتر من صفقه عشان يحافظ على تفوقه المحلي. الزمالك كان في الموسم اللي قبله كان حاصل على الدوري المحلي، ولو بصينا على قائمه اغلى الصفقات وقتها هتلاقي ان اغلبها كان بيتراوح بين 5 و10 مليون جنيه، اقصى حاجه كانت 15، وده تقريبا كان سقف السوق وقتها. بمعنى اوضح، لو نادي دفع 15 مليون جنيه في لاعب، الدنيا كلها كانت تتكلم عن الصفقه الايام ويمكن لاسابيع، لكن محدش كان يعرف ان بعد كام سنه ال 15 مليون دي هتبقى رقم عادي جدا، وان السوق كله هيبدا يتغير سنه بعد سنه لحد ما يوصل للمرحله اللي احنا فيها النهارده. مع بدايه موسم 2016 كان واضح ان سوق الانتقالات بدا يتغير، والاهلي والزمالك دخلوا الميركاتو بقوه، لكن المره دي بالارقام الاكبر اللي شافها الدوري وقتها. الاهلي كان صاحب الصفقه الابرز لما تعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور اجاي، او جونيور اجاي الجي زي ما ايمن الكاشف بيقول. اجاي اللي انا عمري ما هنسى اول جول ليه مع الاهلي، جون عالمي في شباك مصر المقص. المهم، قادم من الصفاقس التونسي. الصفقه كانت حوالي 25 مليون جنيه لتصبح الاغلى في ميركاتو 2016، واحد اكبر الارقام اللي شافتها الكره المصريه وقتها، بس مع العلم ده لاعب اجنبي. والاهلي ما اكتفاش بكده، ضم مروان محسن من الاسماعيلي مقابل حوالي 10 ملايين، وميدو جابر من مصر المقاصه ب9 مليون، وعلي معلول من الصفاقس التونسي بحوالي 7 مليون. علي معلول ب7 مليون، ده ما يفتحوش كلام حتى في كريم الدبيس دلوقتي. ميركاتو كامل اكد ان الاهلي بدا يرفع سقف الانفاق، لكن لسه داخل حدود اللي السوق يقدر يستوعبها. اما الزمالك فاختار طريق مختلف. مرتضى منصور غربل الفريق كله وجاب فريق من الاول وجديد، بدل صفقه واحده ضخمه وزع ميزانيته على عدد كبير من التدعيمات. خط الزمالك اللي خلصت: صلاح ريكو، علي فتحي، محمد ناصر، اسامه ابراهيم، محمود عبد العاطي دونجا، محمد مسعد، حسني فتحي اللي هم المقصه، شوقي السعيد. محمود حمد الونش، واحمد رفعت رحمه الله عليه، ومحمد ناصف، واسامه ابراهيم، وحسام باولو، والنيجيري ستانلي. الزمالك صرف وقتها حوالي من 42 الى 45 مليون جنيه على ميركاتو واحد، ضم فيه اكتر من 12 لاعب. لكن رغم كل الارقام دي كان لسه في قاعده غير مكتوبه بتحكم السوق. اي صفقه ب20 او ب25 كانت تعتبر استثنائيه، ودي قاعده انا اللي مؤلفها عادي، وتتصدر عناوين الصحف الايام حتى لو كانت اجنبيه. لكن لحد دلوقتي ممكن تسألني سؤال، طيب فين المشكلة؟ ما هو طبيعي ان الاسعار تزيد من سنة للتانية، وده صحيح. اللي حصل في 2015 و16 ما كانش ازمة، كان مجرد تطور طبيعي لاي سوق انتقالات. لكن المشكلة ان التطور الطبيعي ده اتحول فجأة لطفرة. فايه اللي حصل وامتى السوق خرج عن مساره الطبيعي؟ بدأت سنة 2017، وسوق الانتقالات كان ماشي بنفس النسق اللي انتهى بيه 2016. الاهلي دخل ميركاتو يناير بهدوء نسبي، وتعاقد مع عمرو بركات، ثم المهاجم الايفواري سليماني كوليبالي اللي هرب بعدها كام ماتش من غير ما نشوف ارقام تكسر سقف السوق. لكن في الصيف الصوره بدات تختلف. الاهلي كان خارج من موسم ناجح محليا وبيجهز نفسه للمنافسه على دوري ابطال افريقيا، فتعاقد مع المغربي وليد ازارو بحوالي 23 مليون جنيه، نوب افريقي بكماني مهلمبي بنفس القيمه، واسلام محارب بحوالي 9 مليون جنيه، وهشام محمد بحوالي 8 مليون جنيه. يعني لاول مره الاهلي يدفع اكتر من 20 مليون جنيه في صفقتين خلال ميركاتو واحد. اما الزمالك فكان بيعيش مرحله مختلفه، لسه
بيحاول يبني الفريق بعد خسارة نهائي أفريقيا 2016، فدخل ميركاتو الصيف بعدد كبير من الصفقات تاني، أبرزها الكونجولي كابونجو كاسونجو وعبد الله جمعة وأحمد بدبولي وأشرف رؤى ومحمد عبد الغني وغيرهم كتير. حازم امام طبعا كابتن الفريق، ابراهيم عبد الخالق، خالد قمر. احنا بقينا منتخب الوطن العربي، عندنا نيجيريا وعندنا غانا وعندنا كوت ديفوار وعندنا سوريا وعندنا مصر وعندنا طنطا وعندنا المنصوره. رغم ان الزمالك تعاقد مع لاعبين كتير، لكن السوق كان لسه محافظ على سقفه. الصفقات الكبيرة بدأت تقرب واحدة واحدة من 20 مليون جنيه، لكن لسه ما وصلتش لمرحلة الجنون. ومع نهاية 2017 كان واضح ان اسعار اللعيبة بترتفع سنة بعد سنة، لكن محدش كان يتوقع ان اول ميركاتو في 2018 هيقلب كل الموازين. لكن في نفس الوقت ده تقريبا بدأ اسم جديد يظهر بقوة في الأخبار الرياضية، اسم هيكون مرتبط بعد شهور قليلة بأكبر جدل في تاريخ سوق الانتقالات المصري، تركي آل الشيخ. ومع نهاية 2017 كانت الكرة المصرية على موعد مع اسم جديد وهو تركي آل الشيخ. في نوفمبر 2017 محمود الخطيب كسب الانتخابات لرئاسة النادي الأهلي، وبعدها اسم تركي الشيخ بدأ يتردد باستمرار بعد ما أعلن دعمه لمجلس الإدارة الجديد، وساهم في ترتيبات مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الودية اللي أقيمت تحت شعار السلام ضد الإرهاب. وفي 31 ديسمبر 2017 أعلن النادي الأهلي منح تركي الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي عشان يصبح تاني واحد في التاريخ يتولى هذا المنصب بعد الأمير عبد الله الفيصل. في الوقت ده العلاقة بين الطرفين كانت زبادي خلاط، الجماهير كانت شايفة أن وجود شخصية قادرة على دعم مشروعات النادي وتمويل استثمارات كبيرة ممكن ينقل الأهلي لمرحلة جديدة. لا أنا هقول لك على حاجة واحدة بس، اللي يلعب معانا يستحمل. لا ترجم لي. 4 جايين للأهلي. 4 لعيبة 4 جايين للأهلي قريب إن شاء الله. لكن بعد أقل من شهر حصل أول اختبار. في يناير 2018 دخل الأهلي في مفاوضات لضم مهاجم إنبي الشاب صلاح محسن صاحب 19 عام وقتها. المفاوضات تصاعدت بسرعة، ومع دخول أكتر من نادي على الخط ارتفع سعر اللاعب إلى أرقام غير مسبوقة في الكرة المصرية. لكن في 30 يناير 2018 أعلن رسميا انتقال صلاح محسن إلى الأهلي. الصفقة الأغلى واللي حديث الشارع الكروي في مصر دلوقتي هو صلاح محسن، اللاعب الصاعد اللي ما كملش لسه يمكن 20 سنة، لكن مطلوب فيه أرقام خزعبلية. صلاح محسن هي دي اللي رفع قلبت الدنيا، وانت بتتكلم في لعيب مواليد 98. في لعيب في مصر مع احترام الكامل يوصل ثمنه 40 مليون جنيه او 38 مليون جنيه. في صفقة قدرت بحوالي 38 مليون جنيه عشان تصبح اغلى صفقة للاعب محلي في تاريخ الدوري المصري. وبعد الاعلان عن الصفقة الاخبار كلها بدأت تتكلم عن دور تركي الشيخ في تمويل الصفقة. انه معالي المستشار تركي آل الشيخ قرر ان يتحمل بالكامل صفقة صلاح محسن. مش مهم، لكن الحقيقة المؤكدة ان صفقة صلاح محسن غيرت نظرة الجميع لسوق الانتقالات. علت سقف طلبات اللعيبة بس كان غلط. هي علت كل حاجة، علت حتى التعاقدات. دي الشرارة اللي طلعت. قلت ما حدث كانت مشكلة أحمد فتحي وعبد الله السعيد، ما حدث من هذه المشكلة سببها هو المبلغ اللي اتشرى بيه الرقم اللي كان يعتبر خيال قبل سنتين بقى واقع دلوقتي. والسؤال اللي بدأ يتردد في كل مكان، هل دي مجرد صفقة استثنائية ولا بداية عصر جديد في ميركاتو الدوري المصري؟ الإعلان عن صفقة صلاح محسن كان الحدث الرياضي الأول في مصر. الصحف بتتكلم عن أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري، والبرامج الرياضية فتحت نقاشات استمرت لأيام. في ناس شافت إن الأهلي عمل صفقة طبيعية، لاعب موهوب وعنده 19 سنة والسوق اللي بيحدد السعر، وفي ناس تانية قالت إن الرقم ده هيكسر السوق وهيخلي اي نادي يطلب اضعاف المبالغ اللي كانت بتدفع بعد كده. لكن في المقابل خرج وكلاء لاعبين ومسؤولين بيأكدوا ان اللاعب كان مطلوب في اكتر من نادي وخصوصا بره، وان المنافسه هي اللي رفعت سعره. والجماهير برضه انقسمت نصين، فريق اعتبرها صفقه تاريخيه وتستحق كل جنيه فيه وزي ما قال المعلق الغالي ثمنه فيه، وفريق تاني سأل السؤال اللي هيطارد الكرة المصرية لسنوات، لو لاعب مصري عنده 19 سنة وصل سعره لقرب ال 40 مليون جنيه فالنجوم هتتباع بكام بعد كده؟ وده كان السؤال اللي بعد شهور قليلة بس هنلاقي اجابته. بعد صفقة صلاح محسن كان واضح ان العلاقة بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي في أفضل حالاتها. الراجل اللي حصل قبلها بأسابيع على الرئاسة الشرفية كان بيتكلم عن دعم الأهلي في كل الملفات، لكن الهدوء ده ما كملش كتير. في مارس 2018 يعني بعدها ب3 شهور بدأت أول الخلافات
خلافات تظهر بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي، ومع مرور الوقت الأزمة خرجت للإعلام. وفي 24 مايو 2018 تركي آل الشيخ أعلن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، وبعدها بيوم واحد بس نشر بيان طويل على صفحته على الفيسبوك وقال فيه إن ساهم تمويل عدد من ملفات الأهلي، منها صفقة صلاح محسن ومفاوضات التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، إلى جانب دعمه لمشروع استاد الأهلي وتجديد عقود بعض اللاعبين زي عبد الله السعيد وغيرهم. البيان قلب الدنيا وقتها، والأزمة بقت حديث كل البرامج الرياضية في مصر. وفي نفس الوقت مرتضى فتح الباب على وسعه لتركي، والاتنين ظهروا مع بعض في أكتر من مناسبة. مرتضى منصور أعلن منح تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للزمالك تقديرا لدعمه، يعني على خطى الخطيب، لكن تركي آل الشيخ اعتذر عن عدم قبول المنصب، مؤكدا أنه لا يزال مشجعا للأهلي. ده $1,000,000 جايين لي هديه. مين؟ ما انا قلت اسمه تركي الشيخ. إلا إن اسمه بدأ يرتبط بدعم الزمالك في عدد من الملفات، وبعدها بأشهر تركي آل الشيخ بنفسه أعلن إنه ساهم في تعاقد مع المدير الفني جروس وجهازه الفني، ودعم صفقتين فرجاني ساسي وحمدي النقاز، وساعد في تجديد عقد طارق حامد. دعمنا الزمالك بفرجاني وجروس والنقاز وفي التجديد مع طارق حامد. كل الأحداث دي خلت تركي الشيخ يتحول من مجرد داعم للنادي الأهلي إلى واحد من أكتر الشخصيات تأثيرا في الكرة المصرية وقتها، وأصبح أي خبر عن صفقة كبيرة أو مفاوضة مهمة بين القطبين الكبيرين في مصر لازم يرتبط بيها اسم تركي الشيخ. لكن الحقيقة أن كل اللي حصل ده كان مجرد مقدمة. بعد شهر واحد بس في يونيو 2018 كان في شخص بيستعد يغير سوق الانتقالات كله. 28 يونيو 2018 في اليوم ده أعلن تركي آل الشيخ استحواذه على نادي الأسيوطي في صفقة لم يعلن عن قيمتها رسميا، وفي خلال أيام اختفى اسم الأسيوطي من الدوري المصري وظهر اسم جديد بيراميدز. ومن أول مؤتمر صحفي الرسالة كانت واضحة، النادي الجديد مش جاي يشارك ولا جاي ينافس على مركز في المربع الذهبي. بيراميدز أعلنها صريحة، هدفه المنافسة على الدوري من أول موسم، لكن عشان تحقق الهدف ده كان لازم تدخل سوق الانتقالات بطريقة عمر الكرة المصرية ما شافتها قبل كده. وخلال أسابيع بدأت الصفقات تتوالى بشكل غير مسبوق. عبد الله السعيد أحد أهم نجوم الأهلي انضم إلى بيراميدز، وأحمد الشناوي من الزمالك، وعلي جبر مقابل 45 مليون جنيه، وأحمد توفيق مقابل 15، والمهدي سليمان مقابل 25 مليون جنيه، وعمر جابر رجع للدوري المصري بقميص بيراميدز. ولم يكتفي بالنجوم المحليين بل عمل صفقات أجنبية زي كينو ورودريجينو وكريستيان بينافنتي وكارلوس إدواردو وجونزي فونتي. ورغم اختلاف القيم المعلنة من صفقة الأخرى، الإنفاق الكامل في ميركاتو صيف 2018 قدر بأكتر من 50 مليون يورو، وده رقم ما حصلش في تاريخ الدوري المصري. وهنا حصل التغيير الحقيقي. قبل بيراميدز كان النادي اللي بيطلب 20 أو 30 مليون جنيه في لاعب كان بيتقال عنه مبالغة، وده ظهر بقوة في صفقة صلاح محسن. لكن بعد بيراميدز الأندية الصغيرة بدأت تقول طالما في نادي مستعد يدفع 40 و45 مليون، ليه أبيع اللاعب بسعر أقل؟ والوكلاء بدأوا يدخلوا الصفقات والمفاوضات وهم معاهم مرجع جديد للأسعار، واللاعب نفسه بقى شايف ان قيمته السوقيه لازم تزيد. وفي اقل من شهرين سقف السوق المصري اتغير بالكامل، والصفقه اللي كانت بتعتبر جنون في يناير بقت مجرد رقم من ارقام كتير في الصيف. ومن هنا بدا السؤال اللي الحلقه بتحاول تجاوب عليه، هل بيراميدز هو اللي افسد سوق الانتقالات، ولا بيراميدز كشف فقط سوق كان مستعد للانفجار من الاساس؟ بعد موسم كامل بيراميدز اثبت انه فريق قوي، هزم الاهلي رايح جاي في الدوري وطلعه من كاس مصر، وفاز على الزمالك وانهى الموسم في المركز الثالث. لكن السؤال الحقيقي، هل كل الملايين دي اللي اتصرفت كانت تستحق؟ فتعالوا نفتح ملف الصفقات واحدة واحدة ونراجع. عبد الله السعيد استمر مع الفريق واصبح احد اعمدة المشروع، لكن فين باقي الصفقات؟ طيب فاكرين صفقات بيراميدز اللي قلبت الدنيا في 2018؟ تعال نشوف ايه اللي حصل معاه. كينو الجناح البرازيلي يمكن ده انجح صفقة فيهم، واللي كمل الموسم كامل، اللي جه من بالميراس مقابل 8.5 مليون يورو، ودي كانت اغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري وقتها. بعد موسم واحد خرج اعارة للجزيرة الاماراتي، وبعدها اتباع نهائي لاتلتيكو مورينو. كريستيان بينافنتي النجم اللي جه من بلجيكا مقابل 6 مليون، بعد اقل من سنه خرج اعاره لنانت الفرنسي، ثم اعاره في النهايه رجع شارلوروا. واغلب الصفقات الكبرى اللي بيراميدز جابها لعبت اقل من موسم، وكل لاعب راح لفريق مختلف، سواء رجع لناديه اللي جاي منه او راح لفريق تاني. يعني اغلب الصفقات اللي كانت حديث الاعلام واغلب الصفقات اللي اتقال عنها انها تغير شكل الدوري عمرها مع بيراميدز كان قصير جدا. لا بقوا اساطير للنادي ولا فضلوا سنين، ولا حتى معظمهم قدر يحقق النجاح اللي الناس كانت متوقعه.
المتوقعات. لكن رغم ان اللاعبين مشيوا كان في حاجه واحده ما مشيتش معاهم، وهي اسعار السوق. دي فضلت زي ما هي. بعد موسم 2018-2019 السوق دخل في مرحله جديده تماما، وهي مرحله المزايدات المباشره وتضخيم قيمه اللاعبين. الاهلي والزمالك ما بقوش لوحدهم في اللعبه، وبيراميدز بقى الطرف الثالث اللي يدخل اي صفقه يرفع سعرها للضعف لمجرد التواجد في المنافسه. وبعده دخلت انديه شركات بنفس المنطق. شوف مثلا اللي حصل مع محمد رضا بوب او عمر الساعي، لعيبه اتألقت في انديتها والصراع اشتعل عليهم بشكل خيالي، والارقام طارت ل 30 او 40 و50 مليون جنيه في لاعب محلي لسه بيخطو خطواته الاولى في التألق. بس الازمه ما وقفتش عند المزايده الماليه بصفقات المستقبل. ظهرت حاجه افسدت الميركاتو كليا، وهي صفقات الشو الاعلامي ومكايده المنافس. الهدف من الصفقه في اوقات كتير ما بقاش التدعيم الفني او احتياج اللاعب، بقى السؤال الاول ازاي نوجع المنافس ونكسب حرب السوشيال ميديا. تلاقي الزمالك بتدخل بضجه اعلاميه عشان تضم عبد الله السعيد وناصر ماهر، صفقات جماهيريه بالدرجه الاولى عشان توجه ضربه معنويه للمنافس وارضاء المدرج بغض النظر عن سن اللاعب او التكلفه الماليه. وعلى الجانب الثاني الاهلي بيرد بصفقات زي عمر الساعي من الاسماعيلي بمبلغ اسطوري تجاوز ال 50 مليون جنيه بعد صراع ومزايدات محتدمه عشان يضمن ان اللاعب ما يروحش للمنافس. تلاقي النادي بيضم لاعب في مركز عنده منه 3 أو 4 لاعبين اساسيين، بس بيدفع فيه عشرات الملايين لمجرد انه يمنع المنافس انه ياخده، او عشان يعمل فيديو تقديم يلم بيه لايكات ويهز بيه السوشيال ميديا. النتيجه كارثيه. لاعبين بيمتلكوا عقود بفئات اولى وبياخدوا 20 و30 مليون جنيه في السنه قاعدين على دكه الاحتياط او بره القايمه تماما، وبيتحولوا لعبء مالي على انديتهم. الميركاتو المصري اتحول من سوق لتدعيم للفريق الى مزاد علني للشو ومكايده المنافسين، والضحيه الاولى والاخيره كانت جوده الكره المصريه. فتفتكر بعد كل اللي حكيناه ده مين المتهم الاول اللي افسد ميركاتو الدوري المصري؟ هل هي الادارات وضغط السوشيال ميديا، ولا دخول اموال الانديه والشركات، ولا جشع الوكلاء والسماسره؟ هستنى رايك وتحليلك في الكومنتات. لكن المؤكد ان بعد صيف 2018 سوق الانتقالات في مصر عمره ما رجع زي الاول. وفي النهايه هستنى اجابتك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشوف الفيديوهات القديمه. وبس كده، بحبك في الله. سلام.